في أحد الأيام أقام كريستيانو رونالدو في أفخم فندق في العالم. بعد يومين من الإقامة توجه إلى مكتب الاستقبال لتسجيل المغادرة. طلب بأدب من الموظفة: من فضلك هل يمكنني معرفة قيمة الفاتورة؟ ابتسمت الموظفة وأجابت: بالطبع سيد رونالدو، المبلغ الإجمالي هو 500 ألف دولار. بدت الصدمة على وجهه وقال: ماذا؟ نصف مليون دولار؟ لم أستخدم أي خدمات فاخرة. ردت الموظفة بهدوء: سيدي، فندقنا يشتهر بتقديم أفضل الأطعمة في العالم، وتكلفة هذه الوجبات تتجاوز 100 ألف دولار. أجابها رونالدو باستغراب: لكنني لم أتناول أي طعام هنا، تناولت جميع وجباتي خارج الفندق. بابتسامة واثقة ردت الموظفة: هذا صحيح سيدي، لكنك كنت تستطيع تناول الطعام هنا. صمت رونالدو للحظة ثم ابتسم وقال: تعلمين، أنا أتقاضى ملايين الدولارات للترويج للفنادق على إنستغرام. أجابت الموظفة: لكن سيدي، لم تروج لفندقنا. ضحك رونالدو قائلا: بالضبط، لكنكم كان بإمكانكم طلب ذلك. إذا كنت ترى أن رونالدو هو الأفضل في التاريخ، اضغط زر الاشتراك.